دي احلى واجدد تجربه انا جربتها مع صحابي، شاركنا الاكل مع بعض وطول ما احنا قاعدين الاكل كان بينزل لنا ريفيل، وكل ده ب 89 جنيه بس، فمكان لسه فاتح جديد وحرفيا عامل قلبان اليومين دول. فتعالوا كده نحكي لكم تجربتنا كانت عامله ازاي. والمكان هو قرمه فهمي، واول حاجه بتنزل لكم الريفيل بطاطس مع الصوصات بتاعتهم مع العيش السخن الفريش بتاعهم وحاجه ساقعه او ميه، وطول ما انتوا قاعدين الحاجات دي بتفضل تنزل لكم كل ما تخلص. وممكن بقى تطلبوا معاهم كفه فرايد تشيكن زي ما انا عملت هنا وقعدت اغرقهم بالصوصات، او كل واحد يعمل الساندوتش اللي هو حبه ويحط اي صوص هو عايزه. واللي مش عارف هو كمان بيعمل اكل حرش زي قرمه الكبده بالرده دي او بدبس الرمان، عصره الليمون والطحينه واللي فعلا بيخلوها تحفه. كمان بيعملوا سبايرل سجق بينزلوا عليه بالجبنه السايحه وبجد كان خطير. ولسه كمان بيعملوا قرمه كفته بالجبنه وحواوشي، وبصراحه الكفته عجبتنا اكتر. واحلى حاجه بقى لمتكم وانتوا بتشاركوا الاكل كده مع بعض، بس بجد بقى اللي ما ينفعش تفوتوهم الجلاش اللي بالجبنه والسجق ده هو والفرخه الروستد دي. وختمنا بقى ببسبوسه بالكريمه لسه طالعه سخنه فريش من الفرن. قولوا لي بقى مين من صحابكم هتروحوا معاه. واخيرا البراند اللي كان دايما زحمه وقلب الدنيا في رمضان رجع يفتح تاني بالمين منيو بتاعته عشان يقدم لنا احلى اكسبيرينس اكل مصري حرش هتجربوه. عاملين تنوع حلو قوي في المنيو للاكل الحرش، وطبعا العيش بيتخبز عندهم بينزل لكم فريش، تعملوا بيه الساندوتشز بقى براحتكم زي ما انتوا عايزين مع الصوصز بقى والفرايز. الموضوع بيبقى لذيذ قوي وستايل لايق قوي مع لمه الصحاب والخروجات اللي بتبقوا فيها عدد كبير. المكان هو قرمه فهمي موجود في شيراتون فايبس. المكان هتلاقوها للستايل الاكل المصري القديم. الريفال عندهم ب 89 جنيه للشخص، بينزلوا بيه على الترابيزه اول ما بتقعدوا، بيفرشوا لكم الفرايز على الترابيزه ومعاها الصوصز. وزي ما قلت لكم العيش بيتخبز عندهم بينزل لكم فريش بالثبت بتاعه، وفي شاب بيعدي كده كل شويه بيبقى معاه كازوزه او ميه. بالنسبه بقى للاكل نفسه الايتمز اللي بتختاروها بتنزل لكم على تري كده خشب واسمها قرمه. عندهم قرمه كبده بالرده وقرمه ستريبس، كمان عندهم كفته وسجق بينزلوا عليهم بالجبنه كده بيغرقوها بتخلي طعمهم بجد تحفه. وفي كمان قرمه كبده مشويه بالزبده تنزلوا بقى عليها كده بالطحينه والليمون، كانت مش طبيعيه. او ممكن تاخدوا بقى الكبده بالرده والستريبس وتفرشوه مع الفرايز وتنزلوا بقى عليها بالصوصز اللي انتوا حابينها وتعملوا بيها احلى ساندوتش. عندهم حاجات تانية برضو زي الجلاش بالجبنه والسجق بيجي يتقطع قدامكم كده طعمه خطير، وكمان فراخ شوايه بتيجي تتقطع بنفس الشكل كده قدامكم، تتبيلتها حلوه ونضيفه قوي من جوه. عندهم سيكشن في المنيو تاني للطاسات، جربت طاسه مكرونه بالسجق وكمان طاسه مكرونه بالكبده، واكتر طاسه عجبتني وهي الرز كبده مزاليكا فراخ. في الحلو بقى عندهم بسبوسه وبيجوا ينزلوا عليها بالكريمه او كسكسي باللبن والمكسرات، بس انا بالنسبه لي فطيره البغاشه احلى حاجه ممكن اختم بيها. ومن رمضان وهم عندهم فطير مشلتت ممكن تحلوا بيه او على الفطار الصبح هيبقى حلو قوي. جربوهم وهستنى رايكم.